القصة بتبدأ بأكيرا البطل، قاتل محترف كان بيراقب من بعيد قاتل تاني. الراجل ده لما حس بوجوده أظهر خوف، وأكيرا فكر في نفسه إن كان مؤسف إنهم اتحددوا لنفس الهدف، عشان دلوقتي هيبقى لازم يقضي عليه من غير تردد. التاني رمى أسلحة كتيرة في اتجاهه، بس أكيرا تفادى بخفة ودقة. متضايق، العدو شن هجوم مباشر، والبطل رد بسرعة ممسك سيفه بحركة ثابتة وسريعة. نزع سلاح الخصم اللي أصر يقاتل، رامي خناجر وشوريكن في محاولة يائسة يجرحه. في لحظة أكيرا ظهر وراه، والراجل متلخبط مفهمش ده حصل إزاي. لسه عنيد، حاول يضربه بنصل مخبي في جزمته. أكيرا مهيب صد كل الهجمات ورد بدقة جرحه لحد ما شله، كسر رجل خلاه يقع على الأرض. مذهول من الهزيمة السهلة، السيف اللي أكيرا كان رماه من ثواني وقع من الهوا وثق بجسم الراجل، منهي حياته. ده اللي بينادوه وحشية، فكر البطل، وبعدين ركز تاني وكمل مهمته من غير تردد زي ما كان دايما بيعمل. بس ده بدأ إزاي؟ السؤال ده كان بيردد كذكرى بعيدة. من شوية أكيرا كان في فصله، حيث زمايل كانوا بيتكلموا بحماس عن المجلس الطلابي والاحتفالات اللي جاية. بعضهم كانوا بيعملوا خطط لبعد الحصة، بينما أكيرا كان ساكت مركز بيقرأ حاجة في موبايله. ده أثار فضول الطلاب، وولد سأل إيه اللي بيقراه ولو يقدر يستعير الكتاب. بنت علقت إنها بالكاد بتفتكره كان موجود من أول السنة، وده ما كانش مفاجئ ليه، عشان كان بيفضل يعدي من غير ما حد يلاحظه. مع ذلك في اللحظة دي حاجة غريبة جذبت انتباهها، بريق في التليفون، وفجأة شخصية مظلمة غلفت كل الطلاب. في رمشة عين كانوا في مكان مختلف تماما. الحيرة سيطرت على المجموعة لحد ما راجل عجوز ظهر طالب الهدوء، وقال إن الملك عايز يتكلم معاهم. الراجل شكرهم إنهم جم من عالم تاني، وشرح إنهم دلوقتي فريتيس، أكبر قارة بشرية في العالم ده، مهددة بتقدم الشياطين، عشان كده محتاجين بطل قادر يهزمهم. الراجل العجوز قال إن بينهم المختار ولازم يكتشفوا مين هو. أكيرا كان بيسمع بانتباه، مهتم، بيفكر إن ده إيسيكاي حقيقي زي اللي بيحب يقراه. قريب واحد ورا التاني زمايله اقتربوا من الكرة السحرية الكبيرة، مركزين على وضعهم الخاص. شاشة ظهرت قدامهم بتوري مهارات ومهن. الذهول سيطر لما فهموا إنهم هيبقوا فرسان، سحرة أو شمان. زميل متحمس علق إن أكيرا على الأرجح هيبقى ساحر، وسأل إيه دوره. بهدوء رد إنه قاتل، بس حاجة كانت غلط، خصائصه كانت عالية قوي، وده خلاه مش مطمن. لما ساتو زميله اتعرف عليه كالبطل، الراجل العجوز مدحه وقال إن هجومه بيتفوق على الكل. مع ذلك أكيرا لاحظ إن إحصائياته الخاصة كانت أعلى، حتى حاجة ملهاش معنى، وقرر ما يكشفش مهاراته باستخدام موهبة التخفي القصوى بتاعته. أكيرا تمويه وتجنب إنه يتشاف. لما تودوا للمهاجع لاحظ كاميرات مخبية على طول الممرات، ده زاد شكه إنهم بيتراقبوه. بعد ما استلم هدوم مناسبة لمهنته طلع بهدوء عشان يستكشف المدينة. بيبص حواليه، أكد إنه فعلا في عالم تاني. انبهر بقوته الجسدية وهو بيتسلق حيطان بسهولة وباستخدام التخفي. وصل لمكتبة القصر، هناك شاف الملك بيتكلم مع الأميرة. الملك سأل عن العيال وردت إن ولا واحد منهم بيشك في حاجة، عشان جايين من عالم من غير سحر. الملك طلب منها تكمل بالطريقة دي. أكيرا مختبي اتضايق، مقتنع إن حاجة غلط في الموقف كله. فكر يقضي عليه هناك، بس قرر يستنى لليوم التاني. بينما الكل اجتمعوا عشان يستمتعوا بالوليمة، أكيرا فضل مختبي بيفكر لو المفروض يحكي لزمايله اللي اكتشفوا. مع ذلك كان عارف إن ولا حد هيصدقه. وبعدين واحد من الطلاب قام متحمس بيشجع التانيين يعملوا أحسن ما عندهم في مهمة إنقاذ العالم ده. أكيرا بس كان بيراقب متخيب، مصدق إن الملك خدع الكل. بعدها الكابتن ساران ظهر وأعلن إنهم هيتدربوا كرفاق للبطل. أكيرا قرر إنه محتاج يجمع معلومات أكتر وطلع تاني. غير مرئي في الحديقة، ساران فاجأه وسأل لو حاجة بتضايقه. أكيرا اتخض إنه اتكشف حتى وهو بالتخفي القصوى. الكابتن شرح إن عنده رؤية سحرية قادرة تحس بتغيرات الحرارة، وده سمح له يشوفه. لما أكيرا مسك خنجر، ساران وعد إنه مش هيقول حاجة للملك، مؤكد إن الأمور مش زي ما بتبان. البطل اتفاجئ، الراجل ده كان يبان مختلف عن الملك. بعدها بشوية قعدوا واتكلموا. ساران نصحه ما يضيعش وقت في المكتبة عشان مفيش حاجة مفيدة هناك. قال لو عايز يبقى أقوى يقدر يدربه شخصيا. أكيرا اعترف إنه عارف قليل عن العالم ده والسحر،
بس اللي عايزه أكتر إنه يلاقي طريقة يرجع بيته. فكر في عيلته، متخيل حالهم إزاي، واعترف إن ملوش فكرة يرجع إزاي. ساران رد إن أحسن طريق إنه يبقى أقوى عشان يبقى ضعيف ويموت قبل ما يلاقي حل مش هينفع. اقترح إنه يبقى أستاذه ويعلمه كل اللي يقدر، طالب بس في المقابل إن أكيرا يحكي له أكتر عن العالم اللي جه منه عشان كان فضولي جدا. الشاب مفاجئ وافق، فاعترف إن المساعدة دي هتبقى قيمة. في الأيام التالية أكيرا كرس نفسه بشدة إنه يتعلم عن القارات الأربع والأجناس المختلفة للعالم ده، اتدرب لحد الإرهاق. ساران من ناحيته كان مفتون بسماع عن التكنولوجيا في عالم أكيرا. ليلى مساعد الكابتن اشتكى، قال إن لازم يتعامل مع التدريب لوحده عشان رئيسه بيقضي وقت كتير قوي مع الطالب الجديد. ساران رد إن أكيرا شخص مثير والتعلم أكتر عن عالمه رهيب. المساعد اتخض لما الكابتن ذكر إن أكيرا عنده تخفي أقصى مهارة البطل الأول بس كان وصلها. في اللحظة دي أكيرا دخل الأوضة والمساعد طلع متوتر. البطل بعدين سأل ساران عن الكتاب اللي لقاه في المكتبة. الكابتن ابتسم ورد إن الكتاب كان في الحقيقة خطة انقلاب، مستند هو نفسه كتبه وخباه، متنكر ككتاب وصفات. أكيرا انبهر من صراحته، وساران شرح إن الملك فقد عقله، بيخطط لحاجة هتدمر النظام الطبيعي للعالم ده. قال إنهم محتاجين يوقفوه قبل ما يبقى متأخر قوي. أكيرا كان بيسمع بصمت، بيفكر إنه أخيراً لقى حد يستحق الثقة، رغم إن الفرسان ما يقدروش يتصرفوا بالطريقة دي بسهولة، لسه متدينين كتير للملك. والبطل بيتخيل إن كان بالظبط عشان كده ساران قرر يقرب منه. لو كان قاتل بسيط من غير ارتباط حقيقي وقضى عليه، أكيد كل حاجة هتبقى أبسط. مع ذلك ساران بينكر الفكرة دي، بيقول إن أحسن إنه ما ياخدش أي حياة حتى لو مهنته قاتل. بيصدقوا إن لو أم وأخت أكيرا اكتشفوا اللي عمله مش هيبقوا سعداء. عشان السبب ده محتاج يركز إنه يبقى حد قادر يقاتل من غير ما يقتل، قاتل بيستخدم مهاراته بذكاء، وجواه بيفكر إنه فعلا يقدر يوصل لده. عشان من أول يوم لاحظ حاجة مختلفة في نفسه، كان الوحيد اللي ما سابش الحماس يسيطر واختار لوحده إنه ما يكشفش إحصائياته. الموقف ده أثبت قد إيه نضج، وأكيرا بيأكد الفكرة دي، ملاحظ إنه ولا حد قبل كده لاحظ طبيعته الحقيقية. بيعلق بعدين إنها كمان تقدر تساعده يتعامل مع الانقلاب ده، بتضمن إن الملك يسيب العرش بسلام. أيام بعدها ساران بيعلن إن وقت اختبار تدريبه وقوته وصل، بياخد المجموعة لسرداب. بطلنا بيمشي مع رفاقه، منبهر بالزحمة اللي بتتفرج وبتمدحهم على طول الطريق. مع ذلك بيحس بنظرة حد مليانة كره، وفي لحظة بيتحرك ورا البنت، بيسأل بصوت حازم سبب النظرة دي. مفاجأة، الشابة بس بتسأل لو عنده فكرة عن التضحية اللي كانت ضرورية عشان الأبطال يتستدعوا. أكيرا بيرد إنه مش عارف، وهي بتحدق فيه، بتهمس إنها بتتمنى تشوفه تاني لما يكتشف. ساعات بعدها المجموعة جوه السرداب بتواجه موجات وحوش من غير راحة. أكيرا بيعلق للكابتن إن الكل متعب وإن يمكن أحسن يتراجعوا. في اللحظة دي ساران بيشغل مهارة قوية، بيفتح طريق بهجوم مدمر للرجوع. في نفس الوقت ساتو لما يحس إن وحوش تانيين سدوا الممر، بيرمي قنبلة دخان اديتها له الأميرة، حاجة محجوزة بس للطوارئ. بس الخوف بيسيطر على الكل لما مينوتور ضخم يظهر قدامهم. حتى أكيرا بيتفاجئ، بيفكر إن وحش بالحجم ده أبداً ما ينفعش يبقى في المستوى الأول. من غير تردد بيهجم، بيستخدم تقنياته عشان يضرب العدو، بينجح يثبت الخنجر لوقت قصير. مع ذلك سلاحه بيتكسر، ولما يرجع للمجموعة بيطلب من ساتو ما يحملش نفسه أكتر عشان ذراعه كان مكسور. ساتو بيرفض، بيأكد إن واجبه كبطل إنه يحمي رفاقه. بس أكيرا بنظرة جادة بيرد إن مسؤوليتهم الحقيقية إنقاذ العالم، وإن رفاق البطل لازم يدعموه ويحافظوا على حياتهم الخاصة. في اللحظة دي بيلاحظ حاجة غير طبيعية في ساتو، وبيأمر الشمان تتأكد إيه اللي بيحصل. الشابة بتطيع، ولما بتشيل اللعنة اللي عليه بتتفاجئ لما تلاحظ الطاقة المظلمة اللي كان شايلها. أكيرا بيجري ناحية ساران، مصمم يستخدم التقنية اللي كان حافظها للحظة دي. ساران بيشجعه بصرخة دعم، والكابتن بيوجه قوته، بيستدعي صاعقة قوية بتشل المينوتور، بتسيب الكل منبهرين. بالاستفادة من الفرصة البطل بينط على ظهر المخلوق، بيركز كل طاقته وبيشغل سحر الظلال، وكده بتخلص الحلقة الأولى.